تاني علشان اتعامل مع السلوك السلبي ده، ان انا مش قادر انجح، ان انا مش عارفه اوصل لاي حاجه، كل مشروع ادخله ما بكملهوش، كل وظيفه بخشها مش بكملها، كل دراسه مش بعرف انجح فيها. علشان اعالج السلوك ده وعشان يطلع سلوك ايجابي واعالج مشاعر دي والاحباط والمشاعر السلبيه، لازم ارجع للفكره نفسها. طب اعرف ازاي الفكره؟ تعالى اقول لك ازاي تعالج الافكار دي بطريقه بيستخدمها اكبر المدارس العلاجيه لعلاج الافكار السلبيه. الجدول ده ممكن تكتبه عندك او انا هنزل لك صوره تطبعها وتسجل فيها. اول حاجه علشان تعرف افكارك السلبيه، اول حاجه لازم تحدد ايه هي افكارك السلبيه. طب ازاي احدد افكاري السلبيه؟ راقب نفسك. يعني راقب نفسك، اعمل جدول خفيف بسيط كده كل يوم تراقب نفسك لمده 3 ايام مثلا. موقف، شعور، سلوك، فكرة. أول حاجة موقف، حدد الموقف. مثلا أنا دلوقتي كنت قاعدة في ميتنج في الشغل، وأنا كان عندي خطة تسويقية كويسة جدا، كنا بنتناقش فيه ازاي مثلا نطور من استراتيجية التسويق عندنا في الشركة علشان المنتج الجديد يتباع بطريقة أسرع. أنا كان عندي خطة ممتازة جدا، بس أنا ما رفعتش إيدي علشان أقول للمدير على الخطة. يبقى الموقف كان عندي طريقة جامدة للتسويق، السلوك اللي عملته ان انا لم اقولها، ما قلتهاش، ده الموقف وده السلوك اللي انا عملته. تمام، تعالى بقى نرجع نحلل ايه هو شعور، ايه هو الفكرة. طب ايه الشعور اللي خلاني ان انا ما اقولش؟ حسيت بالخجل، خفت حد يقلس علي، او خفت حد يضحك علي. هو ده الشعور اللي خلاني ان انا ما اقولش الخطة اللي عندي. طيب هل الشعور ده هو السبب؟ دايما احنا بنحسب ان شعورنا ده هو السبب. انا طبعا اسفة على خطي الحلو، بس انا اسفة. طبعا احنا بنحسب ان الشعور ده هو السبب اللي خلاني ما اقولش. تعالى بقى اقول لكم ايه هو السبب. الفكرة. ايه الفكرة اللي خلتني احس بالخجل، وخلتني خايفة ان حد يضحك عليا، وخلتني اخاف ان حد يقول لي خطتك دي فاشلة؟ الفكرة اللي جت في بالي ان انا لست كفء، انا مش كفء كفاية علشان اطلع قدام المدير وقدام زملائي واعلن الخطة بتاعتي او الطريقة بتاعتي الجامدة للتسويق. انا مش كفء، في ناس اعلى مني واكتر مني خبرة، انا يعني مش هبقى احسن منهم. يبقى السبب مش الموقف. يبقى احنا دايما بنحسب ان السبب الموقف او الشعور، لا، هو السبب هو الفكرة اللي خلتني اعمل السلوك ده. فهمتوا الحتة دي؟ تعالوا اديكم مثالتين. مثلا موقف، انا مثلا بدأت مشروعي الجديد مثلا الاعمال يدوية، كروشيه مثلا. هل انا كملت؟ لا، وقفت. اللي حصل، واحدة انتقدت شغلي، قالت لا الكروشيه اللي انت عاملاه ده مش كويس. ايه اللي حصل؟ وقفت. احنا دايما بنحسب ان انا وقفت بسبب ان انا لما بدأت مشروعي في واحدة انتقدتني، يبقى هي السبب اللي خلتني اقف. لا، لما هي انتقدتني انا حسيت بايه؟ حسيت باليأس، احباط. ده شعور سلبي هو اللي خلاني اوقف، مش الموقف. طيب هل الشعور ده هو السبب؟ برضو لا. الفكرة ايه؟ الفكرة اللي اصلا مزروعة جوايا ايه؟ انا فاشلة، انا لا استطيع، انا فاشلة، انا لا استطيع. دوت اللي سبب لي ان انا اقف. فانا بدأت مشروع جديد، واحدة انتقدتني في شغلي وما انا وقفت. السبب مش الواحدة اللي انتقدت. فلما وقفت، ايه اللي خلاني وقفت؟ حسيت بيأس واحباط وان انا مش هعرف انجح. طب ايه الفكرة اللي جت في بالي؟ انا فاشلة، انا لا استطيع ان انجح. يبقى الفكرة هي دي السبب. اللي انا عايزاه منكم ان انتوا تعملوا 10 مواقف. ال10 مواقف ده هيطلع منهم شعور موحد. هتلاقي فيه شعور كده او فيه شعور او مشاعر هتلاقيها دايما بتتكرر، او فكرة دايما بتتكرر. هتلاقي انا فاشلة، انا فاشلة، انا فاشلة في مثلا 5-6 مواقف. يبقى هي دي الفكرة الاساسية اللي مخلاني واقفة في معظم مشاريعي او معظم اعمالي او معظم دراستي او معظم اي طريق عايزة انجح فيه. الفكرة دي هي السبب او هي الكور الاساسية لفشلي سواء في اي حاجة. يبقى انا افضل حاجة ان انتوا خلال 3 ايام مثلا تعملوا مثلا 10 مواقف، وكل موقف تطلعوا منه السلوك
فده دليل ان السلوك كان سلبي وقفني. بتطلعوا منه الشعور والفكرة. الافكار دي هتلاقوا في فكرة او 2 هما اللي مأثرين على حياتي كلها، هما اللي مخليني واقفة في معظم حياتي. هنعمل ايه بقى علشان نعالج الافكار دي؟